بيبدأ الفيلم وجدة اسمها تالا قاعدة بتحكي أسطورة قديمة كده جدا لأطفال الجزيرة، ومن وسطهم حفيدتها الصغيرة موانا. وبتقول لنا في البداية خالص العالم كان عايش في سلام مختلف خالص عن النهاردة، لأن كان في قلب لواحدة اسمها تيتي هو كان مصدر الحياة كلها، وده حجر بقوة جبارة بيخلي كل حاجة تزدهر. لكن في ديمي جود أو ده نصف إله اسمه ماوي، وكان بيقدر يغير شكله بفضل خطاف سحري طمع في القلب ده وسرقه. ومن غير القلب ده الأرض بتاعت تيتي دي بتنهار والضلمة بتنتشر. وماوي حاول يهرب بعدها بس وقف في طريق واحد اسمه تيكا، وهو غول مرعب جدا وكان عبارة عن شوية نار ولافا، وكان عايز ياخد القلب ده برضه. والاتنين خبطوا في بعض في خناقة شديدة، وماوي ده اترمى في المحيط وضاع معاه القلب والخطاف السحري بتاعه. ودلوقتي بعد 1000 سنة تيكا ووحوش الأعماق لسه بينشروا نفس الضلمة من جزيرة لجزيرة، وبيبلعوا أي مظهر حياة فيها. والأسطورة بتقول إن هيجي يوم شخص هيعدي خط المرجان ده أو الريف ويلاقي ماوي ويرجع القلب بتاع تيتي عشان ينقذ العالم. وهنا أبو موانا بيقطع القصة فجأة عشان يطمن العيال ويقول لهم ما تقلقوش يا ولاد، مفيش وحوش ولا حاجة ومفيش ضلمة، ما تصدقوش، مفيش أصلا سبب يخلي حد يطلع بره الريف ده. وبعدها بوقت قصير موانا وهي لسه طفلة صغيرة كانت بتتمشى على الشط وشافت سلحفة كده صغنونة بيحاول يسربها طيور النورس، فراحت حمتها وساعدتها لحد ما وصلت للبحر. والمحيط نفسه اتأثر باللي عملته ده وحس بيها، فانشق قدام رجليها كده وحط حجر قلب تيت اللي بيلمع قدامها بالظبط. فموانا مسكته وهي مبهوره ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، بس ابوها ظهر فجأة وخضها، فالقلب راح واقع من ايديها في الرمله وضاع منها قبل ما تفهم هي كانت شايلاه ليه اصلا ولا ده عباره عن ايه. ولما موانا كبرت بدأت تتعلم التقاليد بتاعه الشعب وازاي تهتم بالجزيره وتدير الامور زي القائد. وجدتها كانت هي الشخص الوحيد اللي بيسيبها تتمشى بحريه جنب البحر، وبتقول لها بهدوء انها لازم تتعلم تسمع الصوت اللي جواها وتمشي وراه. وفي نفس الوقت ابوها الزعيم توي كان بيجهزها عشان تمسك الحكم بعده، واخدها فوق قمه جبل مره اللي كل زعيم قبله بيحط عليه صخره كرمز للالتزام بان هو بيحمي الجزيره. بس المشاكل بدات تظهر فجاه، السمك اختفى تماما من بحيره، والشجر والنخل بدا يموت ويسود. ولما موانا اقترحت ان هم يعدوا الريف عشان يلاقوا سمك بره، ابوها اتعصب جدا وقال لها لا مستحيل، واوعي تتكلمي في كده تاني. وبعدها امها فهمتها السبب، ان توي ده لما كان شاب صغير سافر بره الريف مع اعز اصحابه، وجات عاصفه شديده كده وصاحبه ده غرق قدام عينه ومعرفش ينقذه. ومن ساعتها هو اتعقد وبيحمي موانا بنفس الطريقه. موانا ما كانتش قادره تشيل الفكره من دماغها، وفي يوم اخذت مركب صغير كده ومعاها الخنزير بتاعها ابوا، وراحت ناحيه الريف عشان تحاول تعديه لاول مره. وفجاه بدون اي انذار ظهرت موجه عملاقه كده قلبت المركب كله، وموانا اتبلعت في الحبال تحت الميه وما كانتش عارفه تطلع، ووصلت سطح الميه فعلا ورجعت الشط وهي مهزومه ومنكسره. وجدتها حاولت تخفف عليها وقالت لها لو حد سألك قولي الخنزير هو السبب وخلاص. فموانا قالت انا اكيد كنت غلطانه، والبحر ده ما اختارنيش ولا حاجه، ولما رمالي الحجاره كان بيتهيألي انا مكاني الطبيعي هو الجزيره خلاص. وهنا الجده وقفتها وقالت لها هو انت بجد مصدقه ان مفيش حد من اجدادنا فكر يعدي الريف ده قبل كده؟ فاكره نفسك ايه اخترعت الذره يعني؟ وبدات تاخدها الكهف سري كده مستخبي جوه الجبل، وقالت لها اضربي الطبله القديمه دي وشوفي بنفسك. فدخلت وبدات تضربها، فبدات الانوار كلها تنور في الكهف، وظهر قدامها مراكب بترحال كده مستخبيه في الضلمه ورسومات على الحيطه لاجدادها هما بيستكشفوا وبيحاولوا يسافروا بره الريف او الجزيره. هما ما كانوش مجرد سكان جزيره بس لما ماوي ده سرق القلب وتيكا صحي وخدوا منه، السفن بدات تتوه وتختفي. وعشان الزعماء يحموا الحكايه دي منعوا السفر بره الريف خالص. ومع مرور السنين الناس نسيت اصلها، والجده قالت لها ان الضلمه رجعت وبتقرب، وان البحر فعلا اختار موانا على الشط وهي صغيره، وهي اللي مكتوب لها وسط كل الناس دي تعدي الريف وتلاقي ماوي وترجع القلب. وموانا اللي كانت فاكره ان ده مجرد حلم زمان شافت البحر وبدات تتفاعل معاه وبدات تجري بسرعه عشان تلاقي ابوها وتقول له الحقيقه. بس لما لقت الوضع على الجزيره بيسوء اكتر والمحاصيل عماله تموت، قالت له الحل الوحيد ان احنا نسافر بره يا بابا. قال لها انا قلت لك مره لا. وبدا يقول لها ان جدتها اخذت ناس تانية قبل كده للكهف ده وهي ما عملتش الامل يعني. وبدا الكلام يتقطع بخبر حزين جدا ان الجده تالا دي ماتت اصلا. وموانا جريت عليها ولقيتها في لحظاتها الاخيره وبدات تقول لها البحر اختارك يا موانا، ما تسمعيش كلام ابوكي، لازم تلاقي ماوي ده وترجعي الحجر وتجيب الخطاف السحري بتاعه وتبصي في عينيه بالذات وتقولي له انا موانا وهنعدي المحيط سوا ونرجع قلب تيت. وقبل ما تموت وعدتها انها تفضل معاها دايما، ولبستها عقدها السحري اللي فيه القلب كذكرى على انها مأمنه بيها. وموانا راحت على طول الكهف السري ده واخدت مركب من المراكب الكبيره وعدت الريف. وفي نفس اللحظه دي روح جدتها طلعت للسماء ورجعت للبحر على شكل سمكه اسمها مانتا راي، وفضلت ماشيه ورا المركب وهي بتبدا رحلتها. وبدات موانا رحلتها في عرض البحر، فضلت تتدرب على الكلام اللي هتقول الماوي ده لما تشوفه وتعمل بروفات كده. وفجاه اكتشفت انها مش لوحدها، في ديك غبي كده اسمه هاي هاي كان مستخبي في المركب وبدا يفوق كأن الموضوع عادي كده. وبالليل من كتر التعب نامت وصحيت على عاصفه شديده دمرت المركب ورمتها على شط جزيره غريبه كده، وكانت متضايقه جدا وبدات تزعق للمحيط وتقول له مش انت اللي جبتني هنا. بس اطمنت لما لقت العقد والقلب لسه بخير. وفجاه حست بحركه كده
وظهر قدامها ماوي نفسه اللي هي بتدور عليه اصلا، اللي كان محبوس في الجزيره دي بقاله سنين، وشاف المركب متدمر وشاف موانا، وبدا يعرف نفسه بشكل استعراضي كده كان هو بطل للبشر ويتحول لاشكال كتير. موانا حاولت تقول له الجمله اللي هي حفظتها، بس هو ما كانش مديها فرصه اصلا، وقعد يتريق عليها كمان، وقال لها انه سرق القلب اصلا كهديه للبشر عشان يخدمهم، والمفروض انها تشكره. وبدا يغني وعمال يتمنظر، وهي مش واخده بالها كده. ماوي غفلها وحبسها جوه كهف واخد المركب عشان يهرب، بس الوشم الصغير على جسمه اللي هو ميني ماوي ده ما كانش موافق على اللي يعمله، وفضل يفكروا انه مش هيعرف يواجه تيكا لوحده، ولازم الخطاف السحري الضايع يكون معاه. وفي نفس الوقت موانا عرفت تهرب من الكهف وجريت ورا المركب، والمحيط كان بيساعدها، وكل ما كان هو بيرميها في الميه كان البحر بيرجعها على المركب تاني. ولما حاول يهرب هو شخصيا الموج رجعه تاني، لحد ما فهم ان البنت دي اتكتبت عليه، وبدا يقول لها على فكره القلب ده لعنه مش هديه، ومن ساعه ما سرقه وتيكا صحي وخسر الخطاف السحري منه ده الموضوع بيتحول من سيء لأسوأ. وفعلا في نفس اللحظه ظهرت سفن الكامورا، وهم قراصنه اشرار كده وعاملين زي الجوز الهند كده صغيرين خالص وعايشين على سفن عملاقه، وفجاه هجموا وسرقوا القلب. وانا من غير ما تفكر جريت وراهم وعملت حركات جريئه جدا، وقفت قدام الاسطول كله ورجعت القلب تاني، وكمان خبطت السفن بتاعتهم في بعض وهربت هي وماوي. وبعد ما الهيصه خلصت ماوي قال لها ان ترجيع القلب ده معناه انها هتواجه تيكا شخصيا، وهو مش هيعمل كده من غير الخطاف السحري عشان يقدر عليه. وقال لها انا مش بساعدك لله في الوطن على فكره، رغم ان انا متعود اشتغل لوحدي، بس انت لازم تبقي معايا. وهي صممت تبقى معاه، وقالت له ان الابطال الحقيقيين مش بينجحوا لوحدهم، والاصرار ده هو اللي هيخليه يغير تفكيره. وعشان يلاقوا الخطاف السحري كان لازم يروحوا لوكر اسمه تاماتورا، الكابوريا العملاقه اللي بتعشق تجمع اي حاجه بتلمع في وسط المحيط. وفي السكه كده ماوي بدا يعلم موانا ازاي تبقى بحاره شاطره والترحال والحاجات دي كلها، وازاي تقرا المحيط، وبدا ينقل لها خبراته. وبعد يوم طويل من التدريب موانا نامت وجالها كابوس مرعب قوي، شافت في الضلمه بتبلع جزيرتها كلها وبيتها واهلها كلهم بيموت. فصحيت من النوم على ان هم وصلوا المكان بتاع الكابوريا ده، وبدا ماوي يحذرها من طمع وجشع الكابوريا دي، ونزل جوه الكهف عشان يدور على الخطاف السحري، وطلب منها تستنى، بس هي نزلت وراه عشان تساعده. وفجاه ظهرت الكابوريا دي ومسكت موانا بالمخالب الكبيره دي، وكان عينيها على العقد اللي هي لابساه. ولما قالت له ده بتاع جدتي رد عليها وقال لها على فكره انا اكلت جدتك شخصيا قبل كده، مش هي السمكه اللي اتحولت دي؟ فموانا بذكاء بدات تشتته كده وقعدت تمدح في ان هو راجل شاطر وكابوريا ناجحه يعني. وطبعا هو ما قدرش يقاوم الغرور ده، وبدا يتمنظر ويغني حتى ازاي يتحول من قشره صغيره لملك الاعماق بسبب الكنوز اللي بيلاقيها دي. وقال لها انه بعد ما يخلص الاغنيه دي هياكلها ما تقلقش يعني. وفي الوقت ده ماوي راح هاجم على طول عشان ياخد الخطاف السحري ويحاول يتحول لصقر، بس السحر كان متلخبط والتعويذه ما ظبطتش، فبدا يتحول لحيوانات تانية مضحكه كده، والكابوريا عمال يتريق عليه وبيضربه وهو بيغني. وموانا وهي بتدور وسط الكنوز شافت حاجه منوره شبه قلب تيتي، فجات لها فكره، طلعت قلب تيتي الحقيقي ووريته للكابوريا عشان تشد انتباهه باللمعان الجبار بتاعه. فبدا الكابوريا يسيب ماوي ويجري وراها، وهي بتجري اتكعبلت ورمت حجر مزيف كده بيلمع، فالكابوريا جريت وراها على سن هو. وبكده موانا وماوي اخدوا الخطاف السحري وهربوا بسرعه قبل ما يكتشف الخدعه. وبعد ما هربوا وبقوا في امان ماوي قعد ساكت كده ومتضايق، وموانا حست بيه وسالته هو ايه الوشم اللي انت حاطه في جسمك ده؟ قال لها بصي كل وشم هنا بيمثل انجاز كبير، انا كنت متردد احكي لك بصراحه، بس موانا احترمت سكوته ده وقالت له خلاص ما تتكلمش، بس فكرت ان هو لو ما رجعوش القلب ده جزيرتها والعالم كله هينتهي. وبدا يتاثر بكلامها وبدا يحكي فعلا. قال انا ما كنتش مولود كده عادي، اهلي كانوا بشر بس رموني في البحر وانا طفل رضيع وما كانوش عايزيني اصلا، بس الالهه اشفقوا عليا وانقذوني وحولوني لحاجه اسمها ديمي جود او نص اله زي ما بتقولوا، وادوني الخطاف السحري ده. وهو من ساعتها عمل كل حاجه عشان ارضي البشر، عملت شجر جوز هند ورفعت الجزر وسرقت القلب حتى عشان اديهولكم، بس كل ده عشان احس بالحب اللي اتحرمت منه في طفولتي. وانا طبطبت عليه كده وقلت له على فكره البحر اختارك عشان انت بطل بجد. وفي نفس الوقت على الجزيره الزعيم توي كان واقف قدام جبل الصخور بيبص للبحر بحزن وبيسال نفسه لو كان هيشوف بنته تاني. وماوي كمل وبدا يقول لموانا انه زمان كان مع اجدادها والعقد اللي معاها ده كان بتاع اول ملاح عظيم في تاريخ الجزيره دي، وقال لها اتمنى جزيرتك ترجع تاني. وبعد كده وصلوا الجزيره بتاعه تيتي دي، وماوي طلب من موانا قال لها استني هنا في المركب وانا هنزل اواجه تيكا ده لوحدي عشان افتح لك الطريق يبقى امن شويه. وحاول يتحول لكذا حيوان عشان يفلت من ضربات النار واللافا دي، بس قوته كانت لسه ملخبطه وما ظبطتش معاه، فاضطر يتراجع شويه وقال لموانا ان هم لازم يمشوا لان الموضوع مستحيل. موانا قالت له لا انا اقدر اهزمه على فكره، واقنعته يحاول تاني. بس المره دي المعركه كانت اسوأ بكتير لان تيكا ضرب خطاف ماوي ده ضربه جباره كده شرخته خالص، وماوي عارف ان هو لو اخد ضربه تانية خطاف هيتدمر للابد وقوته نفسها هتروح. فماوي حاول يستوعب نفسه كده شويه وما يخافش، رغم ان موانا قالت له ان تيكا ده ما بيعرفش ينزل الميه وهما في امان طول ما هما في البحر. فماوي ما كانش مستعد برضه يضحي بمصدر قوته وساب موانا لوحدها في المركب ومشي وهو زعلان جدا. فموانا حست باليأس وبصت للمحيط وقالت له انا اسفه انت اخترت الشخص الغلط. رجعت القلب تاني للبحر وطلبت منه يختار حد غيره. في اللحظه دي ظهرت روح جدتها تالا على شكل المانتا راي المنوره اللي هي السمكه دي، وقالت لها بصي لو عايزه ترجعي تاني البيت انا هدعمك،
بس لازم الاول تسمعي صوت قلبك. وعماله تغني لها كده ذكريات الرحله، وبدات تفتكر كل حاجه، وافتكرت هي ازاي عدت بحاجات صعبه. وظهرت ارواح اجدادها كمان، الملاحين القدام كانوا بيحاولوا يسوقوا مراكب وكده ويفكروها هي مين وبنت مين. فبدات تثق في نفسها اكتر، ونزلت تحت الميه، جابت القلب تاني، وبدات المعركه. وباستخدام كل اللي ماوي علمه لها والخبره بتاعته، بدات تخدع تيكا ده بسهوله جدا، وعدت من وسط حواجز النار، وبدات تحارب بضربه قويه كده طيرت القلب من ايديها. بس لحقته بسرعه وضربته تاني، وراح ضاربها وقلب المركب بتاعها، وبقت من غير اي حمايه قدام غول النار ده. وفي اللحظه اللي تيكا كان نازل بضربه قاضيه عليها، ماوي ظهر من العدم كده وصد الضربه بالخطاف بتاعه قبل ما يتكسر، وقطع دراع تيكا المصنوع من اللافا عشان يحميها. وبص لموانا واعتذر لها، قال لها انا اسف، ما كانش المفروض اسيبك. ووسط ما هو كان بيشدد تيكا ده وبيحارب ببطوله كده، موانا وصلت للجزيره اللي المفروض تيتي تكون عليها، بس ما لقيتهاش. وبصت لتيكا من بعيد، واكتشفت ان شكل جسمها وهيكلها هو نفس الفراغ اللي ناقص في صدر تيتي. وعرفت ان تيكا وتيتي دول هما نفس الكائن اصلا، بس لما اتسرق قلبها اتحولت لغول نار من غضب. فموانا طلبت من بحر ينشق، وعملت ممر مائي طويل، ومشيت بكل ثقه اتجاه الغول ده، وهي عماله تغني عشان تهدي نفسها وتفتكر اصلها، وكمان عشان تخلي تيكا دي تفتكر اصلها الجميل اللي ما كانش اصلا شرير. فبدات تهدى فعلا وتلين قدام موانا، وموانا حطت القلب الاخضر في مكانه في صدرها، وفي ثانيه واحده النار واللافا انطفوا، وتحولت تيكا للاله الجميله تيت، والخير رجع الارض، والزرع انتشر، والضلمه اختفت تماما، والبحر حتى رجع. وماوي وهاي وصلوا امان للشط. ماوي وقف قدام تيتي واعتذر لها بصدق، وقال لها انا اسف على اللي عملته زمان. قالت له انا مسامحاك، وعملت له خطاف سحري جديد، وهو قبله بكل احترام. وقبل ما يمشي موانا عزمت ماوي يجي معاها للجزيره بتاعتها عشان يشوف ناسها، ويعلم اهلها كمان الخبره بتاعته دي. بس هو ابتسم، وظهر وشم جديد على كتفه لموانا انها بطله البحر الجديده، وودعها وطار. فلما رجعت الجزيره بتاعتها لقيتها رجعت جنه بجد خضره خالص، وينفع يتعاش فيها تاني، واهلها كلهم استقبلوها وهم فرحانين. والخنزير بتاعها بواه جري عليها وهو مبسوط. في وسط الاحتفالات دي كلها عينوها خلاص زعيمه جديده للجزيره. بدل ما تحط الصخره على الجبل المقدس زي اللي قبلها، حطت قوقعه بحريه كده على قمه الصخور، كرمز ان هم خلاص بيبداوا عهد جديد وبدايه جديده، وشعبهم رجع الاصل بتاعه ان هم ملاحين. ومن بعيد كان ماوي بيبص عليها وهو طاير على شكل صقر كده ومبسوط. والقصه بتنتهي بالشعب بتاع الجزيره ده وهم في عرض البحر بالمراكب الكبيره بيستكشفوا جزر في محيط لا نهائيه زي ما اجدادهم كانوا بيعملوا زمان. ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم ده فشل، وانا فاهم فشل ليه. زاروك بصراحه بقى له فتره بيخيش ومش عارف يعني. عمل فيلم يو اف سي كان تراجيدي شويه ما نجحش، عمل الفيلم ده اهو يعني. هو اصلا عامل السلسله دي، كان عامل الصوت بتاعها في الكرتون وكانت ناجحه جدا، فشل اهو. فزاروك لازم ياخد باله من القرارات. اشوفكم في حلقه جديده، وغالبا دي فيلم على فكره مع ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي، هينزل قريب يعني، فيلم عصابات وبتاع. ده ممكن يبقى بدايه مبشره. اشوفكم في حلقه جديده، ومع السلامه.